نيجي بقى بعد كده نتكلم عن الفاليو اللي حضرتك المفروض البروجكت بتاعك يكون مميز بيها. وعشان كده مثلا بنلاقي واحنا بنعمل بزنس تلاقي في حاجه اصلا اسمها فاليو بروبوزيشن. فايه هي بقى الفاليو دي؟ بطريقه بسيطه خالص 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 عايزه حضرتك تفتكرها بالبهارات اللي بتتحط على الاكل من غير بهارات هيتاكل بس هيبقى طعمه مش احسن حاجة. اللي بيميز مكان مطعم عن مطعم تاني هي البهارات اللي هو بيحطها او الحبكة اللي هو بيعملها زيادة في الاكل، رغم ان كل الاكل واحد وطريقته والبيز بتاعته واحدة، بس فيه زيادة هو بيضيفها. دي بقى الزيادة اللي حضرتك محتاج ان انت تفكر فيها وانت بتعمل اي مشروع خاص بيك واي فكرة جديدة تبدأ انت تفكر فيها. تفكر ازاي المشروع بتاعك ده ممكن يكون فيه مليون حد بيعمله، بس انا عندي الفاليو اللي تميز وجودي هنا. وفي الوقت ده بقى هقدر اقولك انك ممكن انك تنزل السوق من غير ما تخاف من اي حاجه خالص، ومن غير ما تبقى خايف ان في حواليك ناس كتير قوي شغالين في المجال ده، طالما انت معاك الفاليو بتاعتك. فبالتالي اول حاجه زي ما احنا ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت، بجيب الفكره بتاعتي لازم اكون انا فاهمها كويس. الحاجه التانية اعرف الفكره دي انا هوظفها في انهي مكان، ما اروحش في المكان الزحمه. وتالت حاجه اضيف للفكره بتاعتي الفاليو بتاعتها اللي تخلي ليها اسم عالي عشان خاطر الناس كلها تجري وراها.